بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نعود إلى دروس الفقه بعد حديثنا عن الحج والعمرة وأهم أحكامهما. وفي هذه العجالة، يعني هذين الأسبوعين بين يدي شهر الله المحرم، نتحدث عن أحكام العقيقة. وجرت عادة الفقهاء أنهم إذا تكلموا عن الحج وأحكامه ومناسكه يختمون بالحديث عن أحكام الذبائح: الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي معروف، ما يذبح من بهيمة الأنعام لمن قارن بين عمرة والحج أو حج متمتعا شكرا لنعمة الله أن يسر النسكين في سفر واحد، وله أحكام معروفة. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والأضحية تقدمت معنا قريبا، فرغنا للتوفيق بالحديث عن أحكامها: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام أو في العيد وأيام النحر تقربا لله جل وعلا. والعقيقة ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله على نعمة المولود. وهذه الذبائح كلها من العبادات ومن القربات ومن سنن الهدي. العقيقة هذه وفي وقت ليس بالبعيد كانت لسا منسيا، كانت من الأمور المهجورة، والحمد لله سنوات أخيرة يعني أحيت هذه السنة بفضل الله، وصار كثير من الناس يعقون عن أبنائهم. نسأل الله أن يحيي هذه السنن وأن ينفع بها المسلمين. وقبل ما نتحدث عن الأحكام الفقهية، على التعريف، على ما يشترط فيها، المسائل الهامة فيها، كما جرت العادة نتحدث عن المنافع التامة والفوائد أو مقاصد الشرع في سنة هذه العقيقة. فيها فوائد كثيرة كما قال أهل العلم. أولا، فيها شكر الله على نعمة الولد، كتب عقائد ما يذبح بهيمة الأنعام شكرا لله على نعمة الولد. ومن أعظم نعم الله على عباده نعمة الولد،
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له أو يتصدق عليه. يعني هذا مما يلحق. شوف نعمة ولد تنتفع به سواء مت عليه أو خلفته من ورائك. من فوائد العقيقة أيضا أن فيها التعبد لله وفيها إظهار شعائر الله. والذبح أيها الإخوة إراقة دم البهائم التي يمكن لحمها من أجل العبادات والقربات. قال شيخ الإسلام في الحكمة بين الجمع بين الصلاة والذبح في بعض النصوص، مثل قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي. قال الحكمة في ذلك أن الذبح أجل العبادات المالية والصلاة أجل العبادات البدنية. تقدم معنا قريبا في دروس العقيقة وحكمها أن ذبح هذه البهائم يعني على ثلاث أنواع من حيث الحكم. قد يكون عبادة مثل الأضحية والهدي والفدية والعقيقة، ومن نذر مثلا فأوفى بنذره هذه عبادة. قد يكون أمرا مباحا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، أن يذبح الجزار مثلا ليبيع ويشتري ويتكسب، أو يذبح ليأكل اللحم أو نحو ذلك، هذا مباح. وقد يكون شركا بالله عياذا بالله، كمن ذبح لغير الله، يعني يجيب الشيخ يطلبها منه الساحر فيذبحها للساحر ليسخر له أعوانا من شياطين الجن ليؤذوا من يريد السحر عياذا بالله، هذا من الشرك بالله. أو يذبح لمن يظن فيه الصلاة عند القبور والأضرحة، هذا من شرك الجاهلية الأولى. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. في الجلسة القادمة يتم حديثنا عن فوائد العقيقة ومنافعها، ثم نشرع في الحديث عن أحكامها. وفقنا الله جميعا